بيبدأ فيلمنا مع واحدة اسمها جوليان، طالبة في جامعة تورنتو وبتدرس الأدب الإيطالي. وهي في أول كلاس ليها بيسألها البروفيسور اسمه جابرييل أميرسون سؤال، وهي مش منتبهة لأنها بتكتب في حاجة لحد ما بينبهها زميلها بول. وبيعيد البروفيسور السؤال عليها مرة ثانية، ولكن هي من الخوف ما بتجاوب عليه، فبيحرجها قدام الطلاب وبيكمل شرح. فبدي بول جوليان ورقة كاتب فيها أميرسون إنسان حقير، فبيضحكوا هما الاثنين. فبيصرخ البروفيسور في وجه جوليان وبيقول لها بتضحكي على إيش، وبيطلب منها تجيه لمكتبه بعد الكلاس. بعد ده بتروح جوليان لمكتب جابرييل، وقبل ما تدخل بتسمعه وهو بيتكلم مع حد من عيلته وبيبكي، فما بتقدر تدخل عنده وبتكتب له على ورقة أنا آسفة وبتلصقها في الباب. والبروفيسور جابرييل ده بيكون أخو صديقتها المقربة ريتشل. بترجع لشقتها، بتصل عليها أبوها وبيعلمها عن خبر وفاة جرايس أم ريتشل، وبتحزن جوليان من الخبر ده، وكده بتكون عرفت جابرييل كان بيبكي ليش. فبترسل إيميل تعزية لريتشل. في اليوم الثاني بتلاقي ورقة الاعتذار اللي كتبتها لجابرييل بين بريد الجامعة. بتقلب الورقة وإلا بتلاقيها نفس الورقة اللي كتب عليها بول أميرسون حقير، وبتتصدم صدمة كبيرة، فبتبعت له كرت اعتذار وكمان بتعزية. في اليوم الثاني بتروح لعنده للمكتب، ومن خوفها بتطيح شنطتها في الأرض وكل أغراضها بتتشتت. وهي بتلمهم بيسألها جابرييل هل أنت كوميدية ولا غبية؟ فبتجلس في الكرسي. بيسألها عن السبب اللي خلاها ما تجي لعنده هداك اليوم. بتقول له أنت كنت في التليفون فما حبيت أدخل عندك. بيرد عليها هو وبيقول لها ده مش عذر. فبتجيب سيرة عيلته وده بيخليه يتعصب. بيقول لها إنه ما في بروفيسور ثاني غيري بيدرس في التخصص ده، فمن الأفضل تغير التخصص أو انقلي لجامعة ثانية، لأنه أنا مش عايز أدرس واحدة زيك. وبيطردها. فبتخرج من الجامعة وهي بتبكي، وشوية بينزل مطر قوي. بيخرج جابرييل من الجامعة وهو سايق سيارته، بيشوف جوليان ماشية تحت المطر، فبيوقف السيارة وبيقول لها اركبي قبل ما تمرضي. بيوصلها لشقتها وبتعرض عليه يشرب شاي، وبين ما هي بتغير ملابسها بتجول في الشقة. فبيسألها ليش ساكنة هنا بدل ما تسكني في السكن الجامعي؟ بتقول له إنها ما كانت مخططة تدرس في الجامعة دي، والجامعة اللي كانت هتدرس فيها هي هارفارد، ولكن ما قدرت تدفع الرسوم. بيتفاجأ هو من كلامها وبيقول لها المكان ده سيء جدا ولا في حتى مطبخ. بتزعل هي منه فبيعتذر ليها وبيقول لها أنا مش عارف مال اليومين دول. بتقول له معلش أنت فقدت أمك قريب. فما بيقدر يكمل الشاي وبيخرج وبيرجع ثاني مرة وبيعزمها على العشاء. فبتسأله إيش السبب اللي حيخليني أقبل بالدعوة دي بعد كل اللي قلته لي في الجامعة؟ بيجاوبها لأنه أميرسون إنسان حقير والحين صار بيعرف بالحقيقة دي. بتقبل هي دعوته وبتدخل تغير ملابسها وبتخرج لعنده متأنقة، فبيلفت انتباهه جمالها. بيروحوا لمطعم وبيتعشوا. في اليوم الثاني بتلتقي جوليان بريتشل في الجامعة بالصدفة، وبيشوفهم جابرييل وبيعرف إنه جوليان كانت صاحبة أخته من أيام الثانوية، ولكن هو مش فاكرها. فبتعزم ريتشل جوليان على الغداء في بيت جابرييل. وقبل الغداء بتحذر ريتشل جابرييل من إنه يتعامل مع جوليان بقسوة، لأنها تعرضت لصدمة نفسية من سنة والحين يدوب قدرت تتخطاها. وبنرجع هنا للماضي قبل 6 سنين. بتكون جوليان عمرها 17 سنة، وفي مرة بتروح لبيت ريتشل وبتلاقي جابرييل جاء من كندا وعمل مشكلة كبيرة مع أمه وأبوه وضرب أخوه. وقتها بتلتقي به لأول مرة وبيكون متعاطي كثير وحزين جدا، وبتقدر جوليان تخفف عنه ألمه، فبيسميها الملاك عشان طيبة ونظافة قلبها. بتسأل جوليان عن سبب اللي خلاه يجي هنا. بيقول لها إنه فقد شيء لا يعوض. وشوية يبدأ يحكي لها عن الشاعر الإيطالي دانتي وبيترس، وكيف كانت بيترس الإلهام بتاعه لسنين طويلة، فبيسميها بيترس. ونرجع للحاضر. بدي جابرييل فلوس لريتشل عشان تشتري ملابس وشنطة لجوليان، ولكن بدون ما تقول لها إنهم من عنده. وبالليل بيروح جابرييل مع ريتشل وجوليان لنايت كلاب، وفي الكلاب بتسأل ريتشل جوليان عن بول وبتقول لها إنه طيب معاها جدا ووسيم. وجابرييل بيحس بالغيرة. لما بتروح ريتشل ترقص بيقول جابرييل كلام مستفز لجوليان، فبتشتمه وبتتركه هي جارية بتتصادم مع حارس النايت كلاب إيثان، وبيطلب منها تساعده يرسل رسالة بالإيطالي لحبيبته الإيطالية. فبيشوفهم جابرييل وبيحسبها إنها بتعطيه رقمها، فبيوقف عليهم الاثنين وبيطلب من إيثان يتركها ويروح.
فبيسألها ليش عطيتيه رقمك، فبتقول له إنها كانت بتساعده بس، فبيعتذر منها وبيطلب منها ترقص معاه وهم بيرقصوا. بيقول لها إنه حاسس وكأنه شايفها من قبل، بس هي ما بتقول له الحقيقة. بتقول له إنها ما عمرها رقصت مع حد بالطريقة دي. بيرد عليها وبيقول لها أنا ممتن أني أنا الأول، والجملة دي قايلها ليها من قبل لما التقوا أول مرة قبل 6 سنين. فبتزعل وبتتركه. وفي الصباح بتروح ريتشل عند جوليان وجايبة ليها الشنطة الجديدة اللي اشتراها ليها جابرييل، وتقول لها إنه دي من عندي جابرييل، بس لا تقولي له إني قلتلك لأنه حيزعل. بتقبل جوليان الهدية. فبتحكي لها ريتشل عن كيف أمها جرايس لقت جابرييل وهو صغير عمره 9 سنين في مستشفى بعد ما ماتت أمه من الأمونيا، وأهله تخلوا عنه فبتتبناه. وقبل كم سنة اتوفى أبو جابرييل الحقيقي وورث منه ثروة كبيرة جدا، ومن وقتها وهو عايش عيشة مرفهة على الآخر. في الجامعة بتلاقي جوليان رسالة بريد ليها، وهي مكافأة بقيمة $5000 لكل سمستر من البروفيسور جابرييل أميرسون. بتلتقي جوليان بجابرييل في المكتبة فبيعزمها على العشاء، وقبل ما يتعشوا بتعطيه ظرف المكافأة وبتقول له إنها ما رح تقدر تقبله، وبيحاول هو يقنعها ولكن بتقول له مش هتقدر تغويني بالفلوس. بيقول لها أنا مش من النوع ده، والفلوس دي عشان تحسن حالتك المادية. فبتقبل هي. فجأة بيجيه اتصال من واحدة اسمها بولينا، فبيقوم من على الطاولة عشان يكلمها، وشوية بيرجع وبيعتذر من جوليان لأنه لازم يمشي حالا وبيدفع حق العشاء ليها. بتتعشى جوليان لوحدها وهي راجعة بتمر بالنايت كلاب، فبيشوفها إيثان، فبيقول لها إنه محتاج مساعدتها في إنه يقنع جابرييل يخرج من الكلاب لأنه موجود جوا وسكران على الآخر. بيدخلوا للكلاب فبتشوف جوليان جابرييل مع كريستا، واحدة بتدرس معاها في نفس الجامعة. بتطلب جوليان من واحدة من النادلات تكب موية على كريستا، وده اللي بتعمله النادلة. فبتترك كريستا جابرييل عشان تروح الحمام. بتقدر جوليان تخرجه من الكلاب ويركبوا في تاكسي وبتوديه لبيته. بيرجع على نفسه بيوسخ ملابس جوليان. بتروح تبدل ملابسها وبتلبس غيار من ملابسه، ولما بتيجي تغير ملابسه هو بتشوف وشم على صدره مكتوب فيه مايا. بعدها بتوديه لسريره وبينام. فبيجي اتصال على تليفونه لبولينا، بتجاوب عليها جوليان. بتسألها عن جابرييل، بتقول لها إنه مشغول حاليا وبتعتذر منها وبتقفل الخط. فبيصحى جابرييل وبيناديها باسم بيتريس وتذكر كل حاجة. بتتصدم جوليان جدا وبتفرح. وفي الصباح بتقوم بدري وبتحضر له الفطور وبتكتب رسالة ليه وبتوجهها باسم بيتريس. بيصحى هو وبيلاقيها في المطبخ، فبيصرخ عليها وبيقول لها انت ايش بتعملي هنا وليش لابسة ملابسي، وبتكلم معاها بوقاحة. بترد عليه بتقول له انت فاكر نفسك مين، وبتروح تبدل ملابسها. بيفتح هو الثلاجة وبيلاقي الرسالة اللي كتبتها له وتوقيع باسم بيتريس. وقبل ما تخرج بتقول له كان علي اتركك امس سكران واخلي الحية تاخدك. بينصدم من كلامها وبيسألها مين هي الحية، بتقول له كريستا. بيسألها تاني هل حصلت حاجة بينا، بتقول له لا. في الاخر بيتذكر كل حاجة فبيناديها باسم بيتريس، ولكن بيقفل باب الأسانسير في وجهه. بترجع جوليان للبيت وهي زعلانة جدا وبتضل تتذكر كل اللحظات اللي بينها وبين جابرييل. وبتغيب عن الجامعة لأيام وبيضل جابرييل يراسلها وبعت لها ورد عشان يصالحها. آخر حاجة بترسل له إيميل بتقول له يبعد عنها ويوقف يتحرش بيها وإنها مش حترجع له، وبتهدده لو ما سابها بحالها حترفع عليه شكاية في الجامعة. فبيرد عليها جابرييل برسالة صوتية وبيعتذر لها وبيوعدها إنه حيبعد عنها وحيحولها لدكتورة ثانية عشان تخلص دراساتها معاها. وبيرسل لها إيميل في معلومات الدكتورة واللي اسمها كاثرين. في اليوم الثاني بتروح جوليان للجامعة وبتقابل بول وبتسلم عليه وبيشوفهم جابرييل مع بعض فبيغير عليها. ولما بتدخل لمحاضرته بيقول لها إنه عايز يكلمها بعد المحاضرة وبيطلب تيجي مكتبه. فبتكذب عليه وبتقول له إنها مشغولة بعد المحاضرة وأجلها لوقت تاني. بتبدأ المحاضرة وبيناقش جابرييل علاقة دانتي ببيتريس وبيكون قاصد بدا علاقته مع جوليان. بيقول إنه دانتي وبيتريس تقابلوا مرتين، ولكن لما غلط دانتي مرة واحدة قررت بيتريس تسيبه، وده دليل إنها ما كانت بتحبه من الأساس. وبيكتب على السبورة بيتريس تركت دانتي يعيش في الجحيم. فبتفهم جوليان اللي بيقصده فبترفع إيدها عشان تجاوبه وبتقول له إنه بيتريس كانت ضحية دانتي لأنه هو ما كانش مخلص ليها وعنده علاقات مع نساء كثير. بيرد عليها إنه النساء اللي أقام علاقات معهم
كان فقط أصدقاء وتمضية وقت. فبتقول له جوليان إنه الصداقة مش كده، والأصدقاء بيوقفوا جنب بعض وبيساندوا بعض ومش بيدخلوا في علاقات بينهم. وده غير إنه دانتي كان عنده حبيبة اسمها بولينا في الوقت نفسه اللي كان فيه بيتعرف على بيترس. بيستغربوا الطلبة كلهم، وبتسألها كريستا مين بولينا دي؟ فبتقول لها جوليان إنه في دراسات اتعملت في فيلادلفيا أثبتت إنه دانتي كان عنده حبيبة اسمها بولينا. فبتزود جوليان عيار وبتقول إنه دانتي إنسان منحرف واستغلالي وحب يستغل بيترس اللي كانت قاصر وقتها. فبتعصب جابرييل جدا وبيكنسل المحاضرة وبيطلب من جوليان تروح لمكتبه حالا. بيدخل المكتب وبيقفل الباب وبيكون قد فقد أعصابه بسبب الكلام اللي قالته، وبيقول لها إنه لو كان حد تاني كان فصلها من الجامعة على طول، وبسببك انتي ممكن تجيبي مشاكل لينا احنا الاتنين، ومرة ثانية لا تجيبي اسم بولينا على لسانك لأنه مالك علاقة بيها. بتعتذر جوليان منه وما بتبين له أي ردة فعل، ولما بتيجي تفتح باب المكتب عشان تخرج بيمسك جابرييل إيدها وبيقول لها يعني العذاب ده كله وتسيبيني بالسهولة دي؟ بتقول له انت إنسان قاسي وجرحتني، وكمان انت بروفيسور بتاعي وده يمنع تكون في حاجة بينا. فبيقول لها على الأقل بيني حبك ليا أو اخرجي. فبتعترف له إنها بتحبه، فبياخدها معاه لبيته وبيقول لها تستنى لحد ما يجي. بيرجع للجامعة وبيكمل دوامه، بعدها بيرجع لجوليان وبيتعشوا مع بعض. فبتقول له إنها مش هتدخل معاه في علاقة، فبيتفهم رغبتها وبيأكلها كيكة شوكولاتة واللي بتكون مفضلة عندها، وبعد العشاء بيديها غرفة تنام فيها وهو بينام في غرفة تانية. بس هي ما قدرت تنام لوحدها فبتروح عنده وبتنام جنبه. وفي الصباح بتصحى وبتلاقي جابرييل بيحضر الفطور وجايب لها ورد، وبيلاحظ ايدها بترتعش. فبتقول له انه هو دايما بيوترها لانه متقلب ومش عارفة انه في اي لحظة حيكون لطيف معاها ولا قاسي، فبيوعدها انه حيكون لطيف معاها دايما. بيجلسوا على طاولة الاكل وبيسألها عن ايش حصل في هداك اليوم اللي التقوا فيه اول مرة. بتقول له انها بعد ما صحيت ما لقته جنبها وحاولت تدور عليه ولكن ما لقت له اثر، ففكرته تركها، وده اللي كسر قلبها والسبب اللي خلاها ما تثق فيه مرة ثانية. بيستغرب جابرييل وبيقول لها انه تركها وراح يجيب لها تفاح من الجنينة، ولما رجع ما لقاها وبيروح يسأل ابوه عنها وكان يناديها باسم بيترس. فبيقول له ابوه انه ما في حد هنا بالاسم ده، فبيفتكر نفسه بيحلم وانها ما كانت حقيقة اصلا. بتستغرب جوليان وبتقول له كيف اقتنعت اني كنت خيال ومش حقيقة. بيقول لها انه اول مرة التقينا كنت تحت تأثير مخدرات وكمان سكران وكنت حموت نفسي لولاكي. بتتصدم جوليان وبتقول له انها مش عايزة تدخل في علاقة مع شخص مدمن، وانه امها انفصلت عن ابوها بسبب تعاطيه المخدرات. فبيقول له هو انه وقف يتعاطى من 6 سنين، بس هي ما بتقتنع بكلامه وبتقول له انا مش غبية ولا حتقدر تضحك عليا بالكلام ده. فبترجعها تديه فرصة ثانية يثبت لها حبه ليها وعاداته السيئة سابها من زمان. فبتسأله عن بولينا وهل لساته على علاقة بيها، فبيقول لها انه انفصل عنها من زمان ومش عايز يتكلم عن الموضوع ده. وبيسألها عن سايمون اللي كانت بتقول اسمه وهي نايمة. بتتفاجئ جوليان وبتقول له انه كان حبيبها القديم. بعدها بتتركه وبتروح عند البروفيسورة كاترين اللي حتكمل معاها الدراسات بتاعتها، وبتعجب البروفيسورة بجوليان جدا. اما جابرييل بيروح عند المحامي بتاعه وبيسأله عن قوانين الجامعة اللي بتمنع العلاقات بين المعلمين والطلاب. فبيقول له لو كانت عندك علاقة مع طالبة وانكشفت هتخسر مهنتك للأبد. فبيقول له انه على علاقة بجوليان ولكن ما حصلت اي حاجة بينهم، وبعد ما ينتهي السمستر مش هتبقى تدرس عندي. بيقول له انه لازم يتجنب تحصل اي حاجة بينهم والافضل يوقفوا ويلتقوا ببعض لحد ما ينتهي السمستر عشان يتجنب اي مشاكل. بس جابرييل بيفضل يلتقي بجوليان بالسر وبيقضوا وقت كثير مع بعض وعلاقتهم بتقوى مع الوقت. في يوم بيكون عند جابرييل محاضرة عامة وبيحضر كل دكاترة الجامعة، وبتشوفوا جوليان وهو بيسلم على بروفيسورة اسمها سينجر وبتحس بالغيرة منها. وبعد المحاضرة بيقعدوا على العشاء وبتشوف جوليان سينجر وهي بتتحرش بجابرييل، فبيقول لها بول انهم على ما يبدو انهم رجعوا لبعض. وبتلاحظ سينجر نظرات جوليان ليها وبتقوم جوليان من الطاولة وبتدخل الحمام. بتتبعها
سينجر وبتبدأ تتحرش بجوليان، ولكنها بتتركها وبتخرج من الحمام وبتلاقي جابرييل مستنيها، فبتسأله عن علاقته مع سينجر وبتكون متوترة جدا، فبيقول لها إنه ما له أي علاقة معاها وشفتها تبعكي الحمام فخفت تعمل لك حاجة. بترسل رسالة لبول وبتقول له إنها تعبت فجأة وراحت البيت، وبتروح لبيت جابرييل وبتنتظر فترة لحد ما بيرجع وبيصارحها إنه كان على علاقة بسينجر من زمان وعلاقته معاها كانت غلطة وندمان عليها كتير. بتعترف له عن علاقتها بحبيبها السابق سايمون وكيف كان بيتلاعب بيها وبيعاملها باحتقار. في اليوم الثاني بيرسل جابرييل رسالة لجوليان وبيقول لها إنه حيستناها المساء في المتحف وعامل لها مفاجأة بمناسبة عيد ميلادها. بتلتقي به المساء في المتحف وبيكون محضر لها حفلة لعيد ميلادها وبيتفرجوا على لوحات دانتي وبيتريس. بعد ما بيقضوا وقت حلو بيرجعوا هما الاثنين للبيت، وشوية بيجي اتصال على جوال جوليان ولما بترد بتلاقيه سايمون، فبتتصدم لأنها قاطع علاقتها معاه من سنين. بتتضايق جدا وبتسأله من وين جاب رقمها، بيقول لها إنه جابه من عند أبوها وبيطلب منها تديه الصور بتاعته اللي بقت عندها، بس هي ما بيكون عندها أي شيء ليه، وتقول له إنها ما عندها أي صور تبعه وبتطلب منه يتركها في حالها ويبعد عنها، لكن هو بيهددها إنه حينشر صور مخلة ليها معاه. فبتنهار جوليان وبياخد جابرييل التليفون وبيهدد سايمون وبيقول له يبعد عن جوليان وإلا حيقتله وبيكسر التليفون. وبيروح عند جوليان وبيسألها إيش قال لها سايمون، فبتقول له إنه هددني ينشر صور لي معاه، فبيقول لها إنه حيكلم المحامي بتاعه ويرفع شكاية عليه، بس جوليان بتقول له إنه سايمون بيكون ابن رئيس مجلس الشيوخ ومش حتقدر تعمل له حاجة. بيقول لها إنه مش مهتم وحيوقفوا عن حده. بعد ده بيتصل جابرييل على ريتشل ويسألها عن سايمون وليش بيهدد جوليان. بتقول له إنه سايمون ده واحد مختل وكان بيستغل جوليان وبيعاملها وحش، ورغم إنها انفصلت عنه لكن هو ضل يلاحقها دايما. بيفهم جابرييل القصة وبتطلب ريتشل منه يساعد جوليان في التخلص من سايمون لأن نفسيتها تعبت كثير بسببه. بتيجي إجازة عيد الشكر وبيسافر جابرييل مع جوليان لأمريكا، وبيوصلوا على بيت أبو جابرييل الجديد لأنه باع بيته القديم بعد موت مراته. بيطلب جابرييل من جوليان تقول حقيقة سايمون لأبوها لأنها مخبية عليه الموضوع، فبتقول له إنها ما تقدر، وبيسألها إذا كانت حتحكي له إيش حصل بينها وبين سايمون، بس هي بترفض تقول له حاجة. بيدخلوا للبيت وبتسلم على أبو جابرييل وبتعتذر له إنها ما قدرت تحضر لعزا جريس، وبتكون ريتشل موجودة وكمان سكوت أخوها، وبيبدأ سكوت يزعج جابرييل وبيفكر بماضيه، فبيستأذن وبياخد جوليان على غرفتها وبيكون مزعوج جدا من اللي قاله سكوت، فبتحاول جوليان تهديه. وبالليل بيروحوا لبيت ريتشارد القديم وبيتمشوا في حديقة التفاح وبيسترجعوا ذكرياتهم مع بعض قبل 6 سنين. فبتسأل جوليان مين اللي اشترى البيت، بيقول لها إنه هو اللي اشتراه لأنه فيه ذكريات كثير وما حبش حد يخربه، وبيقول لها إنه عايز ياخدها لفلورنس بعد ما يخلص السمستر، وبيسألها إذا كانت متأكدة إنها عايزة تدخل في علاقة حقيقية معاه، فبتقول له إنها ما بتحب راجل من غيره. وبيكون جابرييل متأثر بماضيه وشايف إنه ما يستاهل حب جوليان ليه. وفي اليوم الثاني بتروح جوليان لبيت أبوها توم وبيخرج هو من البيت عشان حصل حريق. بتقرأ جوليان رسائل بعتها جابرييل ليها، وفجأة بيخرج ليها سايمون وبتترعب وبيكون دخل للبيت بعد ما خرج أبوها. بيمسكها وبيحاول يتقرب منها وبيطلب منها تديه الصور بتاعته، فبتقول له إنها ما عندها أي حاجة بتتعلق بيه، فبيهجم عليها وبيعضها من رقبتها. وفي الأثناء دي بيلاحظ جابرييل إنه جوليان ما ردت على رسائله، فبيحس بالريبة وبيركب عربيته وبيجري على بيتها. بتكون جوليان في الأثناء دي بتحاول تهرب من سايمون وبتقفل على نفسها في غرفة، وبيحاول سايمون يكسر الباب. بيوصل جابرييل في اللحظة دي وبيدخل البيت وبيمسك سايمون وبيضربه وبيقول له إنه لو قربت من جوليان مرة ثانية حقتلك. بيتركه وبياخد جوليان للمستشفى وبيضمدوا الجرح اللي في رقبتها وبيكون كبير جدا، وكمان رجلها انصابت. وجابرييل متألم من اللي حصل لجوليان بيروح لتوم وبيلومه على اللي حصل وبيقول له إنه كان لازم تحمي بنتك، فبيعايره توم وبيقول له إنه أنت مدمن مخدرات وهجمت على سايمون وكنت حتقتله. فبيدافع عليه ريتشارد وبيقول له إنه ابني أنقذ جوليان وده كفاية إني أكون فخور فيه. بيرجعوا لبيت ريتشارد وبتيجي الشرطة للبيت وبيحققوا مع جوليان وبتحكي لهم اللي حصل بالتفصيل. وبالليل ما بتقدر تنام من الكوابيس فبتروح تنام مع جابرييل وبتكون خايفة تتغير نظرته ليها، فبتحاول تقيم علاقة معاه ولكن بيوقفها، فبتزعل
جوليان وبتفتكر إنه ما بقى يحبها، لكن بيقول لها ما تعملش حاجة هي مش مرتاحة ليها وإنه شعوره اتجاهها ما تغير ولا لحظة. فبتحكي له عن اللي حصل لها مع سايمون وبتقول له إنها تعرفت عليه أول ما دخلت الجامعة وكان لطيف معايا في البداية، ولكن بعد فترة بدأ يتغير وصار بيضغط علي عشان أدخل في علاقة معاه، ولكن أنا ما كنت جاهزة فبيتهمني إني باردة وما عندي مشاعر. وفي يوم لقيته بيخوني مع صاحبتي المقربة ناتالي، وكمان اتريقوا علي هما الاثنين، وده اللي خلاني أنتقل من السكن الجامعي. ولما صارحته عن موضوع الخيانة قال لي إنه مش قادر يختار بينه وبين ناتالي وعايزنا إحنا الاثنين. بيشكر جابرييل جوليان لأنها وثقت فيه وقدرت تفتح قلبها ليه. وفي الصباح بيجي توم أبو جوليان لبيت ريتشارد وبيطلب يتكلم مع بنته. بيكون جابرييل قلقان وبيقول له أبوه إنه ما ينفع يتدخل بين جوليان وأبوها، وكل الآباء بيرتكبوا أخطاء مع أبنائهم. بتتصالح جوليان مع أبوها. بعدها بترجع مع جابرييل لتورنتو عشان الجامعة وبيخفوا علاقتهم زي أول، لكن جابرييل بيتغير شوية وبتحس جوليان بيه، فبتسأله إذا كانت في حاجة مضايقاه. بيقول لها إنه في غلطة كبيرة عملها في الماضي وخايف لو قلت لك عنها أخسرك للأبد. وبيقول لها إنه قاتل وقتلت بنتي وكانت اسمها مايا، كانت بنتي من بولينا. أنا وبولينا كنا أصحاب من أيام الجامعة، ولما عملت رسالة الماجستير كنت بمر بظروف صعبة وصرت أتعاطى كوكايين، وبولينا كانت بتحبني، وفي يوم اتعاطت معايا وعملنا علاقة، وبعد فترة قالت لي إنها حامل، فطلبت منها تنزل الجنين ولكن هي رفضت، وحطت لي صورة السونار على ثلاجتي وكتبالي عليها دي بنتك مايا. فنقلت معاها لشقة وكنت بتعاطى كثير وفلوسي خلصت على المخدرات. وفي يوم اتعاطيت كتير ونمت، ولما صحيت لقيت بولينا غرقانة في دمها في حوض الاستحمام والجنين مات. وده كله حصل بسببي، لو ما كنت اتعاطيت هذيك الليلة كانت بنتي عاشت. فبتسأل جوليان عن بولينا، بيقول لها انه من بعد الحادثة جاها اكتئاب حاد وحاولت الانتحار كم مرة، فقررت اوديها مصحة عشان تتعالج. وفي هذيك الفترة قررت اقتل نفسي عقابا على الذنب اللي عملته، وهداك اليوم التقيت بيكي في حديقة التفاح، وانتي السبب اني تراجعت عن القرار ده، لكن عملت عملية عشان ما اخلف لاني ملعون. فبتقول له جوليان انت مالك ذنب في موت بنتك، وقدرت تنقذني من سايمون وده كفاية، وبنتك حتكون في الجنة. بيفرح جابرييل من كلامها وبيقول لها انتي الملاك اللي منور حياتي. بعدها بيسافروا لفلورنس ايطاليا وبيقعدوا في فندق فخم، وبالليل بيتعشوا في مطعم راقي. وبيقول جابرييل لجوليان انه عنده محاضرة مع دكاترة تانيين وهعرفك عليهم وعايز اعلن علاقتنا والكل يعرف انك حبيبتي. وبيهديها حلق الماظ وبيقول لها انه كان تبع جريس وغالي عليه جدا، فبتفرح جوليان جدا بالهدية. بيقضوا فترة في فلورنس وبتحضر جوليان مع جابرييل المحاضرة بتاعته اللي عملها في متحف دانتي وبيتريس، وبيقدمها للحضور كخطيبته. بعد ما خلصت محاضرة بتتمشى جوليان في المتحف وبتتفرج على التحف والرسومات، وبتتعرف على واحد اسمه جوزيبو بيكون بروفيسور هو كمان، وبيتغزل في جمالها وبيسألها فين بتدرس. بتقول له إنها بتدرس في جامعة تورنتو، فبيقول لها إنه ليه تلميذة سابقة بتدرس هناك، وبيسألها إذا هي طالبة عند البروفيسور جابرييل أميرسون. بتقول له لا، بتدرس عند حد تاني. فبيستهزأ بمحاضرة جابرييل وبيتحرش بيها. بيجي جابرييل وبيقول له دي خطيبتي والأحسن تعرف حدودك معاها، وبياخدها وبيخرجوا من المتحف. بيرجع جوزيبو لبيته وبيرسل إيميل لتلميذته السابقة واللي بتكون كريستا، وبيقول فيه إنه قابل بروفيسور جابرييل أميرسون وخطيبته، وكانت المحاضرة بتاعته مهزلة. بتقرأ كريستا الإيميل وبتتصدم إنه جابرييل عنده خطيبة، فبتسأله عن اسم خطيبته وبيقول لها جوليان ميتشل. نرجع لجوليان في الصباح بتتمشى مع جابرييل في شوارع فلورنس، وبيكون هو عايز يشتري لها هدية غالية بس هي بترفض تاخد أي حاجة، وبتطلب منه إنه عايزة حاجة تانية وهي إنها تروح لطبيب تجميل عشان تشيل أثر الجرح اللي في رقبتها. فبيقبل بطلبها بشرط إنها كمان تروح لطبيب نفسي عشان تتكلم معاه على اللي حصل لها مع سايمون، فبتوافق. بيكملوا تمشية لحد ما بيشوفوا متسول، وبتطلب جوليان من جابرييل يديه فلوس. في اليوم الثاني بيروحوا لمزرعة وبيقضوا فيها كم يوم. بعدها بيرجعوا أمريكا عشان يقضوا الكريسماس مع العيلة. بتلتقي جوليان مع أبوها توم في كافيه وبيديها طرد من بول، وبيسألها إذا كان جابرييل بيعاملها كويس. بتقول له إنه بيحبها وبيعاملها أحسن معاملة. بعدها بيستأذن توم
يوم وبيروح للحمام، وفجأة بتجلس جنبها ناتالي صديقتها السابقة وبتقول لها إنه بسببك سايمون صار عنده سجل جنائي وده حيسبب مشكلة لأبوه، فمن الأفضل تسحب الشكاية بتاعتك وتقولي إنه قصة الاعتداء كلها كذب. وبتبتزها بالصور اللي كانت عند سايمون. بترفض جوليان كلام ناتالي وبتقول لها لو نشتري الصور هرفع عليكي قضية ابتزاز، وموضوع سايمون حينفضح أكتر ووقتها مستقبل أبوه حيضيع بجد. بتصرخ عليها ناتالي وبتقول لها أنت غيرانة مني لأنه سايمون اختارني، فبتطردها صاحبة الكافيه. وبتدخل جوليان الحمام وهي بتبكي وبتصرخ. بيجي جابرييل وبياخدها من الكافيه ولكن بتخفي عنه اللي حصل معاها. بيروحوا لبيت ريتشارد وبيلاقوا بولينا هناك بتتغزل في جابرييل قدام جوليان، وبيكون جابرييل مزعوج جدا وبيسألها ليه جيتي هنا؟ بتقول له اشتقت لك ولك فترة ما بتجاوب على اتصالاتي. فبتزعل جوليان وبتطلع لغرفتها. بيتكلم جابرييل مع بولينا على انفراد وبعدها بتمشي. بيطلب ريتشارد من جابرييل يرجع بولينا للمصحة لأنه حالتها مش طبيعية. وفي الصباح بيكون الكريسماس وبيجيب جابرييل الفطار لسرير جوليان. بعدها بيفتحوا الهدايا بينزلوا يكملوا احتفال مع العيلة. أما كريستا بتتفق مع جوزيبو يوقعوا جابرييل في مشكلة، فبتروح للكلاب اللي راحوا ليه جابرييل وجوليان في الوقت اللي كانت تدرس عنده، وبتطلب من واحد اسمه لوكاس يديها فيديوهات كاميرا المراقبة. بعدها بترفع شكاية ضد جوليان إنها انتهكت قوانين الجامعة ودخلت في علاقة مع البروفيسور أميرسون لما كانت بتدرس عنده، والدليل هي مقاطع الفيديو من كاميرات المراقبة اللي أخذتها من النايت كلاب. في الوقت ده بترجع جوليان وجابرييل لتورينتو وبيزوروا هما الاثنين دكتورة نفسية خاصة بالعلاقات عشان يحسنوا علاقتهم. بيوصل خبر لجوليان من البروفيسورة كاترين إنه جامعة هارفارد طالبين يشوفوا دراساتها، ودي علامة كويسة إنها هتنقبل في جامعة هارفارد. بس بيوصل لجوليان رسالة مكتوب فيها إنه تم رفع شكاية عليها وحيتم التحقيق معها في فبراير. بتجري عند جابرييل وبتوريها الرسالة وهي قلقانة، فبيقول لها إنه حيوظف محامية ليها. فبتقابل المحامية وبتطلب منها تحكي لها اللي حصل بينها وبين جابرييل. بتقول لها الحكاية بالتفصيل من أول مرة التقت فيه قبل 6 سنين وما دخلوا في علاقة إلا بعد ما كمل السمستر. بس المحامية بتقول لها إنها انتهكت قانون الجامعة لأنه حتى خرجتك وتقضية وقتك مع البروفيسور أميرسون برا الجامعة بتسمى إنكم انتوا الاثنين دخلتوا في علاقة جدية. بتتصدم جوليان. بتقول لها المحامية إنه لو تم إثبات إنه علاقتكم جدية فرح تتعاقبوا انتوا الاثنين، لكن لو تم إثبات إنه البروفيسور أميرسون استغلك حيتعاقب هو لوحده وحيخسر شغله. بتدخل على التحقيق مع المحامية وبيستجوبها مدير الجامعة. فبتطلب المحامية يقول مين اللي رفع الشكاية. بيقول لها كريستا بيترسون. بيكون طريقة استجواب المدير متحيزة وعايز يثبت إنه جوليان دخلت مع جابرييل في علاقة عشان الدرجات، وكمان إنه جابرييل ساعد جوليان واداها مساعدة مادية خاصة ليها وده بيثبت وجهة نظره. بترفض محامية تكمل التحقيق وبتخرج برا المكتب. بتروح مع جوليان لكافيه وبتقول لها إنه لازم ترفع شكاية ضد كريستا بما إنه رفعت البلاغ عليكي وإنت ما عندك أي مشاكل معاها. فبتوافق جوليان. بيزور واحد اسمه جيرمي جابرييل وبيكون بيشتغل في إدارة الجامعة، وبيقول لجابرييل إنه القضية كبرت حيتم التحقيق معاه ومع جوليان من قبل لجنة، وده بسبب إنه كريستا هددت الجامعة إنها حترفع قضية ضدها لأنه جوليان تلقت معاملة خاصة منك وكنت بتديها درجات عالية، وممكن بعد التحقيق ده تخسر شغلانتك للأبد وكمان مستقبل جوليان حيضيع. بتصدم جابرييل صدمة كبيرة وبيشرب كتير في ديك الليلة، واليوم الثاني بيحضر هو ومحاميه وكمان جوليان وبيحققوا معاهم في كل التفاصيل، وبيطلعوا الإيميل اللي أرسلته جوليان قبل كده لجابرييل وبتقول فيه وقف تتحرش فيها وإلا حرفع عليك شكاية، وبياخدوه كدليل إنه جابرييل استغل جوليان وتحرش بيها. فبتوقف جوليان وبتقول لهم إنه في علاقة حقيقية وكل الكلام ده مش صحيح. بيطلب جابرييل إنه يخرجوا جوليان من القاعة وكده حيقدر يقول لهم الحقيقة. بيعترف إنه العلاقة اللي كانت بينهم غير لائقة وكمان استغل جوليان، بس جابرييل عمل كده عشان ينقذ جوليان ومستقبلها على حساب نفسه. وبترجع جوليان للقاعة وبيقولوا لها إنه تم إثبات إنها ضحية استغلال ومش حيتم معاقبتها، وبيطلبوا منها ترفع قضية ضد جابرييل، بس هي بتقول لهم إنها تقدر تثبت عكس الكلام ده
ولكن بيقول لها إنه جابرييل اعترف بالحقيقة، وإنت أكيد تعنيفه ليكي مأثر على طريقة تفكيرك وشايفة اللي كان بينكم علاقة حقيقية. بتاخدها محاميتها للحمامات وبتقول لها إنه التحقيق خلص، وبتبكي جوليان، ولما بتخرج بتشوف جابرييل وبتروح عنده عشان تكلمه وبتسأله ليه عمل كده، بس هو بيتعامل معاها ببرود وبيقول لها إنه مش هيقدروا يكملوا مع بعض، وأنا اضطريت أقول اللي قلته في التحقيق. بتتجنن جوليان وبتصرخ في وجهه وبتقول له إنها مش طفلة تاخد قرارات عنها، وبترجع لشقتها. بتنتظر جابرييل يرسل لها أي رسالة على التليفون، بس ما بتجيها أي رسالة، فبتروح لشقته وبتلاقيه ترك الشقة. ومن ذاك الوقت بتدخل في حالة اكتئاب وما بتروح للجامعة، وبيجيها إيميل من جابرييل بيقول لها فيه إنه علاقتهم انتهت خلاص وتبطل تحاول تتصل فيه. بيكون جابرييل سافر لإيطاليا عشان ياخد فترة يفكر فيها في كل حاجة عملها في حياته. أما جوليان بتحاول تنسى موضوع جابرييل، وبيساعدها بول تخرج من حالة الاكتئاب. بتكمل رسالة الماجستير وبتدعوها البروفيسورة كاترين للعشاء عندها. بتكون كاترين عارفة المشكلة اللي حصلت لجوليان مع جابرييل، فبتوصيها إنها تتجنب أي مشكلة بعد كده، لأنها لو وقعت في مشكلة مرة ثانية مش هتقدر تخرج منها. بعد ده بتقابل جوليان ريتشل وبيقضوا الليلة وهم بيشربوا، وبتقول لها ريتشل إنه جابرييل راح لإيطاليا ومش عارفين أي حاجة عنه، ومش مصدقة كل الحب والاحترام اللي كان بيكنه ليكي راح فين، وتصرفاته دي مش طبيعية. بتقول لها جوليان إنه يمكن كان بيحب شغله أكثر مني، ويمكن يكون رجع لبولينا. وجوليان من صدمتها من اللي حصل عايزة تصدق أي حاجة وحشة عن جابرييل، وبتطلب من ريتشل إذا عرفت أي حاجة عنه أو إذا تعرف على واحدة تقول لها على طول. أما جابرييل بيكون في فلورنس وبيسترجع ذكرياته مع جوليان، ولابس في إيده خاتم زواج، واشترى الخاتم لأنه كان عايز يتقدم لجوليان بشكل رسمي. بيشوف المتسول اللي اداه الفلوس المرة اللي فاتت بيديه كل الكاش اللي معاه، وبيسأله إذا افتكروا، بس الراجل بيقول له إنه مر عليه ناس طيبة كثير ومش هيقدر يفتكرهم كلهم. بيتركوا جابرييل وبيقرر يروح لكنيسة بمدينة أسيسي. بيشوف واحدة شبه جوليان بالكنيسة وبيستناها لحد ما تكمل صلاة، ولما بيشوف وشها بيتأكد إنها مش جوليان. في اليوم الثاني وهو بيفطر في مقهى بيجي عنده سائح وبيطلب منه يدله على طريق متحف علم الآثار، فبيوريه جابرييل اتجاه بيشكره على المساعدة، وبيتحدث معاه شوية وبيقول له إنه جاء مع عيلته المدينة دي عشان يزوروا الفرنسيسكان ويتطوعوا في مصحة خاصة قريبة من هنا. فبيقرر جابرييل يروح معاه ويتطوع هو كمان لعمل الخير. بيوصل للدير وبيساعد الناس المحتاجة، وكمان بيتبرع بمبلغ كبير للدير. وفي كل يوم بيكتب رسالة بريدية لجوليان، بس ما بيرسلها بالبريد. بتمر 3 شهور وبتتحسن حالة جابرييل كتير في الفترة دي، وبيقرر يترك المكان ويرجع لحياته الطبيعية. بيسافر لأمريكا وبيزور قبر بنته مايا، وبيتصل ببولينا وبيطلب منها تقابله. أما جوليان في الفترة دي بتكون اتخرجت من جامعة تورنتو وبترجع لأمريكا. أما جابرييل بيكون استقر في شقة صغيرة في بوسطن، وهو نايم بيحلم بجرايس وبيطلب منها تسامحه لأنه ما كان جنبها في أيامها الأخيرة. وشوية بتعرفوا على بنت صغيرة واللي بتكون بنته مايا، وبتقول له إنها عارفة قديش بيحبها ومش محتاج يحس بالندم لأنها سعيدة هنا. نرجع لجوليان. بيعترف بول بحبه ليها وبيوعدها إنه حيحبها بكل صدق واحترام وحيأمن لها حياة بدون مشاكل، بس جوليان ما بتبادله نفس المشاعر وبتعتذر منه وبتقول له إنه إنسان كويس ويستحق شخص يحبه بإخلاص. بتقبل بول الحقيقة، وفي اليوم الثاني بيساعدها تنتقل لشقتها الجديدة في بوسطن، وبيقول لها إنه البروفيسور أميرسون استقال من شغله في جامعة تورنتو. بتتفاجأ جوليان لأنه فكرة إنه تركها عشان شغله كان أهم بالنسبة ليه. بعد ده بتبدأ الدراسة في الجامعة وبتشتغل دوام جزئي في مقهى. وفي يوم بتهب عاصفة قوية وبينقطع تيار الكهرباء في شقتها. بتحاول ترتب باقي كتبها على ضوء الشموع، فبتلاقي كتاب مش ليها بتفتحه عشان تقراه، لكن بتلاقي صورة لحديقة التفاح ومكتوب فيها رسالة من جابرييل، والرسالة دي تركها ليها من وقت التحقيق. بيقول فيها انت حتضلي محبوبتي الأولى والأخيرة، انتظريني. بتتصدم جوليان وبتخرج برا الشقة عشان تدور على إشارة، فبتشوف واحد بيشبه جابرييل بين الشجر. بيقرب منها وبيكون فعلا جابرييل. بتسأله ايش بيعمل هنا؟ بيقول لها انه جاي يشوفها بعد ما ترك شغله. بتدخل شقتها
بيقول لها إنه صار بروفيسور في جامعة بوسطن. بتتفاجأ جوليان وبتسأله إذا حب واحدة ثانية ولا رجع لبولينا. بيقول لها ما في واحدة غيرها في حياته، وبولينا قدرت تبدأ حياة جديدة مع شخص تاني، وقابلها مرة واحدة بس عشان يطلب منها تسامحه على أخطائه معاها. بتشوف جوليان خاتم زواج في إيده، بيقول لها أنا اشتريته عشان أتقدم ليكي بعد سفرتنا لإيطاليا. بيطلب منها تقابله بكرة في بيته الجديد وبيخرج من الشوكة. في اليوم الثاني بتروح جوليان لبيته، بيكون البيت جميل جدا، وبتروح للحديقة الخلفية بتشوف مدبرة المنزل وهي بتحضر الأكل على الطاولة. برحب بيها جابرييل وبيجلسوا على الطاولة بيتغدوا، وبعدها بتسأله ليش تركها بالطريقة دي إذا كان بيحبها. بيقول لها إنه كده في التحقيق لإنه كانوا حيرسبوكي ووقتها حتخسري مستقبلك، وأنا مش حسمح لأي حاجة وحشة تحصل لك حتى لو كانت على حسابي أنا. بتبكي جوليان وبتقول له إنه ما كان من حقه يتصرف بدون ما يقول لها حاجة. بيعتذر جابرييل ليها، بتسامحه جوليان. في اليوم الثاني بتصحى جوليان من النوم وبتلاقي المدبرة بتحضر الفطار. بتتحدث معاها شوية وبتسألها ليش اشترى جابرييل البيت ده. بتقول لها إنه بيت حلو، بس جابرييل قال إنه حيغير حاجات فيه ولكن كان منتظرك عشان ياخد موافقتك. بعد الفطار بيحكي جابرييل لجوليان إنه قضى الفترة اللي فاتت في دير في مدينة أسيسي، وإيمانه قوى كتير وقدر يشوف الأمور بوضوح، وبيقول لها إنه مش حيلمسها مرة ثانية إلا بعد ما يتزوجوا. بتقبل جوليان تتزوجوا وبتطلب منه يأجلوا زواجهم بعد فرح ريتشل. بعد ده بيقابل جابرييل توم أبو جوليان في أوتيل وحيكلموا في موضوع زواجه من جوليان. بتكون الأجواء بينهم متوترة جدا. بتطلع جوليان على غرفتها تاخد شاور، بيتصل جابرييل بيها وبيقول لها إنه توم قبل بالزواج. فبتفرح جوليان وبتحضر لفرح ريتشل مع جابرييل. بتخلص مراسم الزواج والكل بيحتفل. بتكون جوليان ماسكة طفل في إيدها وبتلعب معاه، فبيقول لها جابرييل إنه حيعمل عملية تانية عشان يقدر يخلف، بس إذا ما نجحت نقدر نتبنى أطفال. وبيطلب ريتشارد من جوليان ترقص معاه، بيشكرها لأنها قدرت تسامح جابرييل وبعد علاقتها معاه اتحسن كتير، وده كان حيفرح جرايس كمان. بعد عرس ريتشل بتقدم جابرييل بخاتم ألماس وبيبكوا هما الاثنين من الفرحة، وبيقرروا يتزوجوا في كنيسة في مدينة أسيسي، والحضور بيكون قلة ومن بينهم البروفيسورة كاترين. بتكتمل مراسم الزواج وبيسافروا لفلورنس، وبيفاجئ جابرييل جوليان إنه اشترى لها كمان بيت هناك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة. باي باي.